طبعا في البداية وبهذه المناسبة السارة أريد أن أهنئ بميلاد القائد عبد الله أوجلان، أن أهنئه وأهنئ جميع الشعوب التي التفت حول فكره وفلسفته الذي كان بمثابة ميلاد جديد لجميع المطالبين بالحرية والديمقراطية وجميع الشعوب المتعطشة للحرية، وخاصة المرأة في كل أنحاء العالم. ميلاد القائد كان بمثابة ميلاد تاريخي جديد لكل الشعوب، وإضافة إليه للمرأة التي تعرفت على فلسفة القائد عبد الله أوجلان وإيديولوجية القائد عبد الله أوجلان، وبناء على هذا الأساس تعرفت على كينونتها وأعادت صياغة بناء التاريخ بكافة المجالات المتاحة لها والمجالات التي ناضلت أيضا من أجل الوصول إليها بفضل الدافع الذي نهلته من هذه الفلسفة. نحن اليوم في هذه المرحلة كل مرحلة وكل منعطف جديد كان هناك ببصمة القائد التاريخية ميلاد جديد ينير طريق الشعوب وخاصة الشعب الكردي الذي بفضل فلسفة القائد تم إحياء هذا الشعب الذي مورست عليه كافة السياسات الممنهجة من أجل إقصائه، من أجل إبادته، من أجل نبذه من التاريخ العريق للشعب الكردي. لذلك نحن اليوم أيضا في هذه المرحلة وفي هذا الميلاد الجديد، وبعد أيضا ميلاد النداء التاريخي للقائد للسلام والمجتمع الديمقراطي، نرى أننا دخلنا مرحلة جديدة، منعطف جديد بتقرير مصير الشعب الكردي والقضية الكردية. هذه المرحلة أيضا بنضال الشعب الكردي والمرأة التي ناضلت من أجل إثبات والدفاع عن حقوق كافة الشعوب. هذه المرحلة التاريخية أيضا لا تتعلق فقط بميلاد الشعب الكردي. نحن اليوم نرى الصراعات ونرى الهجمات على كافة مناطق الشرق الأوسط، إعادة رسم خارطة طريق الشرق الأوسط بوجود هذه الانعكاسات، بوجود هذه الحروب الطاحنة. مرة أخرى القائد يثبت لكافة الشعوب ويتحدى كافة الأنظمة ويطلق فكر رسالة ونداء السلام والمجتمع الديمقراطي. واليوم أيضا رسالته التي تؤكد على التحام الشعوب بعضها البعض. هناك روابط تاريخية نحن كشعوب الشرق الأوسط تربطنا بين بعض. لذلك دائما القائد عبد الله أوجلان يحثنا على التمسك وعلى الحل الديمقراطي لهذه المرحلة التي ستكون هي الخلاص الوحيد كافة القضايا العالقة في الشرق الأوسط والعالم. ومرة أخرى أيضا أريد أن أبارك وأهنئ هذا الميلاد الجديد، وأتمنى أيضا أن يكون هذا الميلاد هو ميلاد الحرية للقائد عبد الله أوجلان ولكافة الشعوب التي تطالب بحريته، التي آمنت أن من دون حرية القائد عبد الله أوجلان لن تكون هناك أي حرية تمثل إرادة الشعوب الموجودة في المنطقة.